إزاي الأمريكان قضوا على سكان القارة الأصليين وسيطروا على حقول البترول في عشرينات القرن الماضي؟ كانت قبيلة أوساج في أمريكا أعلى دخل للفرد في العالم، فكان بيحصل جرائم قتل كتير وما بيتمش التحقيق فيها. بيبدأ الفيلم بإرنست وهو واصل محطة القطر بعد ما خلص فترة التجنيد، وبيقابل هنري اللي هيوصله لعمه بيلهل. بيركب إرنست العربية وينبهر بمساحات الأرض الواسعة وحقول البترول الكتيرة. بيحكي إرنست لعمه هيل عن معاناته في الحرب في فترة التجنيد، وبيحاول هيل يشرح له قصة قبيلة الأوساج وبينصحه إنه ما يعملش مشاكل خالص معاهم. بتظهر مولي وهي بتحاول تستلف فلوس علشان تعمل عملية لأنها مريضة سكر. بيقابل إرنست مولي وبيوصلها وبيرجع يحكي لهيل، فبيتفق معاه إنه يوقعها في حبه ويتجوزها لأنها من السكان الأصليين وعيلتها عندهم فلوس كتير، وبيقوله إنهم عايزين يستولوا على الثروة دي كلها. بيبدأ إرنست يقرأ كتاب عن الأوساج علشان يحاول يتقرب أكتر من مولي، وبعد محاولات كتيرة أعجبت مولي بإرنست وجابت له قبعة هدية وعزمته على العشاء. بيتجوزوا وبيعملوا فرح كبير، ولكن بعد الفرح أخت مولي ميني بتموت ومولي بتزعل عليها جدا، وبتبدأ من هنا تزيد جرائم القتل ومن غير تحقيق. وبعدها أنا أخت مولي التانية هي كمان بيلاقوها مقتولة ومرمية في النهر. بتأجر مولي محقق خاص علشان يعرف مين قتل أختها ويكشف سر قتل أهل القبيلة. بيوصل المحقق الخاص وبيبلغ مولي إن بيل سميث جوز أختها ريتا بيقول إنه عارف المجرم بس بيدور على دليل. إرنست بيروح لهيل وبيقوله إنه هيروح لبلاكي يتفق معاه يقتل ريتا وبيل سميث. بيتفق إرنست مع بلاكي إنه يقتلهم وكمان يسرق عربيته علشان ياخد مبلغ التأمين، ولكن الشرطة بتقبض على بلاكي وهو بيسرق العربية. هيل بيعرف اللي عمله إرنست وبيتخانق معاه ويضربه ويقوله إنه لازم يسيطر على مولي علشان يعرفوا يستولوا على حقول البترول. هيل قابل شخص اسمه هنري جرامر علشان يعرفوا على أي حد يتخلص من بيل سميث وريتا. بيقوله على واحد اسمه آيسي كيربي شاطر جدا في عمل المتفجرات. التعب بيزيد جدا على مولي وإرنست بيطلب لها الدكاترة اللي هيدولها الإنسولين. مولي بتتعصب وبتطلب من إرنست يخرج الدكاترة، وبالفعل بيعمل كده، بس بيتخانق معاها وبيقول لها إن عادات الهنود غلط ولازم تتعالج وتاخد الدواء الصح. بيحاول يهديها ويقول لها إنه هياخد باله منها ومحدش هيأذيها أبدا. هيل بياخد هنري روان للدكتور علشان يكشف عليه، لأن هنري روان كان سلف فلوس من هيل، فهيل أمن على حياة هنري روان بنفس قيمة الفلوس اللي واخدها منه. هيل بيقول لإرنست إن هنري روان كان متجوز مولي من زمان. بتموت والدة مولي وبيزيد حزن وتعب مولي كمان معاه. بيروح إرنست يقتل المحقق الخاص اللي استأجرته مولي، وبيحاول إرنست وهيل يقنعوها بإن المحقق هيل. بيتفق إرنست وهيل مع جون علشان خاطر يقتل هنري روان. جون بيقتل فعلا هنري روان وبيرجع المسدس لإرنست. إرنست بيروح لآيسي كيربي علشان يتخلص من بيل سميث وريتا. بيصحى إرنست على صوت انفجار شديد وبيكتشف إنه بيل سميث وريتا خلاص بيموتوا لأن ده بيتهم. بتنهار مولي لما بتعرف إن أختها ماتت وبتروح تستلف فلوس علشان تسافر واشنطن علشان تطلب محقق خاص من تاني. الدكاترة بتدي إرنست الأنسولين وحقنة مهدئة وبتنبه عليه يديها لها بانتظام علشان ما تسوقش حالتها الصحية، ولكن مع ذلك بتسوء حالة مولي الصحية جدا. بيوصل محقق من المكتب الفيدرالي اسمه توم وايت وبيروح لإرنست البيت، فإرنست بيجري على عمه يقوله على المحقق وبيقوله إنه قلقان إنهم يكونوا عرفوا عنه حاجة. المحقق توم بيروح لهيل علشان يحقق معاه وما بيوصلش معاه الحاجة، فهيل بيروح لبلاكي علشان يقنعه يهرب قبل ما المحقق يلاقيه. بلاكي بيروح علشان يسرق البنك قبل ما يهرب برا البلد، ولكن الشرطة بتقبض عليه. هيل بيحاول يطمن إرنست إنه لو اتقبض عليه واتهموه في أي قضية هيخرج منها وإنه هيقف معاه، وبيطلب منه إنه يوقع على وثيقة إنه لو جراله حاجة أموال النفط تروح للعائلة. بيوقع إرنست على الوثيقة وبيقلق ويتوتر. بيتقبض على إرنست وبيواجهوه مع بلاكي وبيقول لإرنست إنه اعترف بكل حاجة ومن مصلحته إنه هو كمان يعترف. المحققين بيروحوا المولي علشان يستجوبوها، ولكن بيلاقوها تعبانة جدا، فبيودوها المستشفى وهناك بيكتشفوا إنها كانت بتاخد هيروين. بيتقبض على هيل وبتبدأ التحقيقات. مولي بتبدأ تتحسن وبتبدأ محاكمة إرنست وعمه في وجود جماعة الأوساج، وبيحصل شغف في قاعة المحكمة فبيأجلوا المحاكمة. بيخرج إرنست وبيقابل عيلته
وبيحاولوا يقنعوه إنه ما يشهدش ضد عمه. مولي بتحاول تقنع إرنست إنه يقول الحقيقة، ولكن هو بيصر على الكذب وبيحاول يطمنها إنه ما عملش أي حاجة. بس بتحصل حاجة إرنست ما كانش متوقعها خالص، وهي إن بنته الصغيرة بتموت، وبينهار إرنست وبيحضر الجنازة ويرجع تاني للسجن يواجه عمه وبيبلغه إنه هيقول الحقيقة. بتبدأ المحاكمة من تاني وبيعترف إرنست بكل حاجة. بعدها مولي بتواجهه بحقيقة الهيروين اللي كان بيحقنها بيه، وينتهي الفيلم بعد الحكم على إرنست وهيل بالسجن. ده كان فيلمنا النهاردة. قول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وشير، واستنونا دايما في آخر مترو.